من شراء رغيف العيش ب15 دينار لأكل القطط والكلاب. والله الكلب كان ب5 دينار والقطة كانت ب3. اللي قالك إن مصر ما فيهاش حد بيموت من الجوع كدب عليك، لأنه أكيد ما سمعش عن مجاعة الشدة المستنصرية، وإنها أبشع وأعنف المجاعات اللي ضربت مصر. الناس كلت بعض، كلوا روث البهايم، كلوا الجثث الميتة، كانوا بيصطادوا بعض من على الأسطح. دول كانوا بيبيعوا عيالهم مقابل شوية قمح أو وجبة أكل. لو أول مرة تعرف الموضوع ده أنصحك تتابع الفيديو لحد الآخر. جت الحكاية مع بداية حكم الخليفة الفاطمي أبو تميم معد ابن الظاهر المعروف باسم المستنصر بالله، اللي استمد حكمه لقرابة 60 عام. اتفشى الظلم والفساد وسوء الأحوال في عهد المستنصر بالله، خصوصا بعد تدخل الست مامته في كل شيء وفي كل صغيرة وكبيرة، مما أدى لتدهور البلاد أكتر. واللي زود الطين بلة هو نقص منسوب نهر النيل لأقل درجاته، مما أدى لتصحر الأراضي والنشر الفقر المدقع بين الناس وبعضها. حكالنا المؤرخ العظيم تقي الدين أبو العباس المقريزي في كتابه إغاثة الأمة بكشف الغمة عن حاجات تشيب. وصف لنا المجاعة وقال لنا إزاي هلك الحرث ومات الزرع، وابتدوا الناس يسرقوا العيش من على رؤوس الخبازين، وابتدوا ياكلوا القطط وياكلوا الكلاب والزواحف، لدرجة ان هم سرقوا البغلة بتاعت الوزير ذات نفسه واكلوها. مين كان يصدق ان حتى الخليفة المستنصر بالله كان عايش في فقر مدقع، باع كل حاجة يملكها، باع الهدوم والأحجار الكريمة، حتى الشواهد اللي كانت على قبور آبائه وأجداده باعها عشان يعرف ياكل ويشرب. سفر أهله العراق أو الشام، وكان قاعد هو في بيته ما عندهوش إلا حصيرة واحدة وولد واحد بس بيخدمه. أما حال الشعب فكان لا يسر عدو ولا حبيب. حكالنا ابن إياس عن حال الشعب من العجائب اللي محدش يصدقها. اتفشى المرض والسرقة والجوع واتباد تلتين الشعب المصري، نصهم مات من الجوع والنص التاني مات مقتول أو حد مصطاده علشان ياكله. الناس ساعتها كانت بتاكل بعضها حرفيا، كانت بينصبوا المصايد على أسطح البيوت، واللي بيعدي في الشارع بيحدفوا عليه المصيدة ويصطادوه علشان ياكلوه. من العجائب إن لما كان كلب يخش البيت يهجم على الطفل الصغير اللي فيه، أبوه وأمه كانوا يبقوا قاعدين في الركن بيتفرجوا مش قادرين يقوموا يدافعوا عن ابنهم من كتر الجوع ومن كتر العطش اللي كانوا فيه. حتى يقال إن الجار كان بيخطف ابن جاره ويطبخه وياكله، وما كانش حد بيقول له انت بتعمل ليه كده، او حد بيلوم عليه او حد بيقف لحد. ده حتى كان بيقال ان الاحباش كانوا بيتربصوا للستات في الطرق، مش عشان يعكسوهم زي زمان، لا ده عشان يخطفوهم وياكلوهم. من الستات يعني كانت مليانه ومدملكه شويه عن الرجاله، لحد ما احتدمت الامر واشتدت الحلقات، وظهر المنقذ والمخلص في الوقت المناسب اللي انقذ مستقبل مصر. مين البطل ده يا ترى؟ هو السيد الأجل، أمير الجيوش، سيف الإسلام، ناصر الإمام، كافي القضاة المسلمين، هادي دعاة المؤمنين، أبو النجم، بدر الدين الجمالي، اللي أنقذ مستقبل مصر كله من الهلاك المحتوم. استدعاه الخليفة المستنصر بالله علشان خاطر يبتدي يفرض الأمن وينقذ مصر من الهلاك اللي كانت رايحة له. عمل إيه بدر الدين الجمالي علشان ينقذ مستقبل مصر من الموت المحتوم؟ أول حاجة عملها أما وصل هو ورجالته إن هو أعاد بناء سور القاهرة علشان القاهرة تبقى مدينة مصورة ومتينة ويحميها من هجمات السلاققة المحتملة، علشان خاطر يفرض الأمن شوية في البلاد. بعد كده ابتدى يقضي على رؤوس الفتنة اللي كانوا بيتاجروا بلحم المصريين واحد ورا التاني. امتدت ايده لبقية أقاليم مصر، نشر الأمن، نشر الاستقرار، جاب الفلاحين ورفع عنهم كل الأعباء المالية وقال لهم يلا ازرعوا، أنا صلحت لكم الترعة، صلحت لكم الجسور البايظة، ابتدت المحاصيل تشتغل، ابتدت الحيوانات تتكاثر، ابتدت الحاجة ترخص، ابتدوا المصريين يعيشوا. بعد كل اللي عمله بدر الدين الجمالي حاولوا يشوهوا صورته، حاولوا قالوا ان هو عمل مذبحة للأتراك، قالوا بس هو فعلا عمل كده، كانت شبه المذبحة اللي عملها محمد علي للمماليك، بس طبعا بدر الدين الجمالي قبل محمد علي بكتير قوي يعني، لان هم اللي كانوا السبب او من ضمن الاسباب الرئيسية اللي ادت لتدهور الحال في مصر. مشي بدر الدين الجمالي وساب ريحته في مصر، اتسمت الجمالية باسم الجمالية نسبة للبطل أمير الجيوش سيف الإسلام بدر الدين الجمالي. يشهد باب زويلة وباب الفتوح وسور القاهرة على الجهود اللي عملها علشان يحافظ على القاهرة وينقذ مصر ويكون قد المهمة الموكلة ليه. ويبقى التاريخ هو الحكاية، والحكاية بين الشوارع والجدران.